السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين. الجزائر تعلن الحرب ضد إسرائيل، وبايدن يتوعد بحرب عالمية ثالثة بين الشرق والغرب. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ألقى خطابا اليوم وأعلن أعلن الحرب بشكل رسمي بين الجزائر وإسرائيل. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سيتدخل وبقوة إذا قامت الجزائر بضرب إسرائيل، وأعلن عن قوة نووية ستكون قريبا جدا، وكذلك قال إنها ستكون حرب عالمية ثالثة. والغرب، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ألقى خطابا اليوم وأعلن أنه الآن هل سيحدث ما قاله الرئيس الجزائري أم كلاما فارغا بعد تهديدات جو بايدن بالتدخل والتحالف مع إسرائيل ضد الجزائر؟ ختاما، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، حفظكم الله.